هاي، ازيكم كلكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في قناة بيت مورو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ودوسوا لايكات كتير عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد. ويلا بينا نعمل احلى ساندوتش هوت دوج ممكن تاكلوه في حياتكم. بجد السندوتش ده حلو جدا جدا. وكمان الاطفال هيحبوه لو مره كده في الشهر، مرتين في الشهر كده. مش مضر خالص، حاجه كده تغيير. تعالوا مع بعض نعمله. اول حاجه هجيب هوت دوج. اهم حاجه الهوت دوج يبقى نوع نضيف جدا. انا بجيب حلواني بيبقى حلو جدا معايا. بقطعه شرايح زي كده وبحطه في ميه مغليه لمده 5 دقايق بس كده. وبجيب معايا فلفل حراق وبصل وطماطم، وممكن فلفل الوان كمان لو حابين. مش حابين الفلفل الحراق استغنوا عنه وحطوا كمان فلفل عادي اللي هو مش حراق، اللي هو اللي بيتعمل بيه المحشي ده برضه يبقى معاكم حلو جدا. هحط معلقتين زيت كبار. تمام. وهبتدي اقلب كده على النار لحد ما الخضار يدبل معايا. اول ما الخضار يدبل معايا هنزل بالهوت دوج اللي انا سلقاه ومقطعاه شرايح كده. تمام. وهبتدي انزل بالبهارات، شويه ملح، شويه فلفل اسود، سنه كده كمون بسيطه خالص، وسنه 7 بهارات. 7 بهارات بيديله طعم حلو جدا جدا. تمام. والتركية اللي هتديله طعم حلو قوي الصوص ده اسمه تكساس برجر. الصوص ده حلو جدا جدا وبيدي الهوت دوج طعم حلو خالص. وهحط معلقتين كاتشب كبار. تمام. وهحط كمان كاوبوي صوص. الصوص ده برضو حلو جدا. اي صوصات عندك في البيت حلوة. لو عندك باربيكيو حطي معلقة. تمام، تغنيك عن اي حاجة. تمام. وهبتدي اقلب الهوت دوج. تمام. ياخدوا تشويحة كده مع الصوصات اللي انا حطيتها دي. تمام. اول ما ابتدي كده احس ان الهوت دوج دخل مع الصوصات مع الخضار. تمام. يبقى كده عندي الاكله جاهزه. اكله سهله جدا. لو في يوم متعب مش قادره تعملي اكل، اعملي الاكله دي. وهنقدمه كده مع شويه شيبسي، ممكن مع شويه بيبسي او شويه عصير. احلى غدوه سريعه مش هتاخد منك بالظبط 10 دقايق. وبالف هنا وشفا. جربوها واكتبوا لي رايكم في الكومنتات واستنوني في فيديو جديد. باي باي.